السلام عليكم طلبة بقى اولى ثانوي، ثانيه ثانوي، عربي، لغات، بكالوريا، ثانويه عامه، شوف اللي انت عايزه. النهارده هنتكلم في حاجه مهمه جدا قبل حتى هنبدا كورس تاسيسي، الدليل الشامل لنظام البكالوريا المصري الجديد. نقعد نتكلم بقى عن ايه هي المسارات اللي موجوده، وامتى تختار المسار ده وامتى ما تختارش المسار الثاني. وفي الاول كده نعرف نفسنا. معاكم باشمهندس يوسف طارق. اكيد طالما انت دخلت على الفيديو ده يبقى انت اكيد شفتنا في ريلز ثانيه او فيديوهات قديمه من السنه اللي فاتت. وهنبدا نتكلم كده بشكل مبسط جدا ان شاء الله عن النظام بتاعنا، وان احنا عندنا 4 مسارات تخصصيه. انت عندك 4 مسارات بتختار واحد منهم بس ده بتختاره امتى؟ بتختاره في ثانيه ثانوي. يعني احنا دلوقتي بنتكلم انهي طالب؟ بنتكلم الطالب اللي داخل اولى ثانوي ما يعرفش اي حاجه عن نظام البكالوريا الجديد او الفرق بينه وبين ثانويه عامه، وبنتكلم الطالب اللي دخل ثانيه ثانوي وهو داخل كده ولسه مش فاهم والله هخش اولى ثانوي ولا هخش اولى بكالوريا ولا انا داخل فين بالظبط. فده الطالب اللي احنا بنكلمه النهارده. هنبدا الاول كده ان احنا عندنا 4 مسارات. المسار الاولاني هو مسار الهندسه وعلوم الحاسب، المسار الثاني هو مسار الطب وعلوم الحياه، المسار الثالث هو مسار الفنون والاداب، المسار الرابع هو مسار الاعمال. انا يهمني ايه في كل ده؟ صراحه يهمني الاربعه، بالرغم ان انا شغال هنا. يعني انا مادتي الهندسه سالكه موجوده هنا، بس انا يهمني الطالب اللي يكون داخل هنا يكون داخل هنا وهو فاهم ده وده وده وده، عشان ما يخشش وهو مش فاهم هو داخل فين. فالكلام ده انت بتختاره امتى؟ بتختاره في ثانيه وثالثه. بتختاره في ثانيه، بس هو معاك امتى؟ معاك في ثانيه وثالثه ثانوي. فبيقول لك ايه؟ ينقسم نظام البكالوريا الجديد الى 4 مسارات تخصصيه. احنا خلاص شرحنا القصه دي كلها، ونخش بعد كده على السلايد الثانيه او الصوره الثانيه اللي بنتكلم عنها بقى عن مسار امتى تختار المسار ده وامتى ما تختارش المسار الثاني، وامتى وايه اللي بيميز كل مسار عن المسار الثاني. نبدا نتكلم مثلا عن مسار الهندسه وعلوم الحاسب. ده المسار اللي زي ما قلت لكم انا ان شاء الله ابقى متواجد معاكم فيه لو انتوا كملتوا في ثانيه ثانوي واخترتوا ماده البرمجه. يعني ايه اخترنا ماده البرمجه وامتى نختارها؟ كل ده ان شاء الله موجود معانا في باقي الفيديو. هنبدا دلوقتي نتكلم عن مسار الهندسه وعلوم الحاسب. ايه التخصصات والكليات اللي موجوده في كل مسار واللي مش موجوده في المسار الثاني، وامتى تختار المسار ده على المسار ده، وايه اللي بيميز كل مكان عن الثاني. هنبدا بالاول كده عن مسار الهندسه وعلوم الحاسب. تعالوا نمسك القلم بتاعنا. هنتكلم مثلا عن ايه في الاول؟ ايه الكليات اللي غير موجوده، بعد كده ايه الكليات اللي موجوده بشكل عمومي، يعني موجوده هنا وموجوده في اماكن ثانيه. لكن كل مسار هتلاقي هنا في حاجه هنا اسمها حصريا. يعني ايه حصريا؟ يعني لو انت عايز تخش الكليه دي او دي او دي، الحاجات اللي بتبقى موجوده هنا انت لازم تختار المسار ده. عندنا دلوقتي بنتكلم عن مسار الهندسه وعلوم الحاسب. انت مش موجود عندك تخصصات الجغرافيا ولا علم النفس ولا اللغه الثانيه. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا مثلا كليه زي كليه اداب، كليه زي كليه تربيه بيبقى فيها تخصص له علاقه بالجغرافيا. ليه؟ لان دي كليات موجوده بس في التخصص ده، في المسار اللي انت تختاره ده هتلاقي التخصص بتاع الجغرافيا وعلم النفس تبقى موجوده مثلا في اداب وفنون. اللغه الثانيه برضه موجوده في مسار اداب وفنون لو انت اخترت اللغه الثانيه في المواد اللي انت بتختارها. اصبر على رزقك، لسه هنخش في كل ده بعدين. بس كل اللي يهمك دلوقتي ايه؟ ان احنا عندنا في المسار ده الكليه دي غير موجوده. طب والطب والحاجات الثانيه دي برضه مش موجوده، بس باين قوي ان هي مواد تخصصيه. يعني انا مش هقول لك تخش مسار هندسه وعلوم الحاسب وهتلاقي جوه الكليه بتاع الطب. يعني انا حسيت ان انا مش محتاج اقولها لك هنا، بس ممكن نزود هنا كل حاجه تختص بالطب وعلوم الحياه. ماشي، علوم الحياه اهي خط كروكي كده. جميل كده. احنا خلصنا الكليات الغير موجوده. ايه الكليات المتاحه بقى؟ كليات كل المسارات الثانيه ما عدا المسار بتاع الطب. يعني احنا عندنا ايه؟ عندنا كليات التجاره موجوده اللي هي بتاعه مسار اداره الاعمال. عندنا كليات الاعلام موجوده، سياسه واقتصاد موجوده، فنون جميله موجوده، وزي ما قلت لك اداب وتربيه، كل ده موجود ما عدا التخصصات اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي بتاعه الجغرافيا وعلم النفس واللغه الثانيه. ايه اللي موجود هنا مخصوص لطلاب المسار بتاعنا؟ ايه الموجود؟ لان انت ما دخلتش هنا مش هتعرف تختار الكليات اللي هي ليها علاقه بالهندسه وحاسبات ومعلومات. يعني من غير ما نبدا نفكر كتير ونتكلم بقى بعد كده في ايه المسارات وايه المسار ده وايه المسار ده، من غير ما نكمل بقى الفيديو. انت عايز تخش مثلا هندسه او كمبيوتر ساينس، شكرا انت هتخش هنا خلاص، مش هتفكر بقى. قبل كده كان في علم رياضه وعلم علوم، الاثنين ممكن يخشوا كليات كمبيوتر ساينس عادي، حاسبات ومعلومات. لكن دلوقتي لما بقت 4 مسارات بقى المسار ده بس اللي ممكن تخش منه كليات هندسه وحاسبات ومعلومات. خش على المسار اللي بعده. استنى كده، اوكي ارجع. نخش على المسار اللي بعده. عندنا مسار الطب وعلوم الحياه. المسار ده ايه الفرق بينه وبين اللي هناك؟ هو بالظبط. كل اللي هيحصل ان احنا اللي غير موجود هو غير موجود، المتاح ايضا هو متاح ايضا، ولكن الحصري هنا، استنى نفتح القلم بتاعنا اهو، اللي حصري هنا عكس اللي كان غير موجود هناك، اللي هو ايه؟ بتاع كليات الطب. هنا ممكن تخش جميع الكليات والمعاهد الطبيه، وهناك طبعا مش هينفع تخش الهندسه مثلا، حلو، او كمبيوتر ساينس، حلو. فخلاص احنا الاثنين نفس الفكره بالظبط بنفس الكليات اللي موجوده. عندك كليه اعلام وتجاره، يعني المواد اللي موجوده في تجاره موجوده كلها هنا، والمواد اللي موجوده في اداب موجوده كلها هنا، ما عدا نفس التخصصات بتاعت الجغرافيا وعلم النفس واللغه الثانيه. حلو. هتخش بقى على مسار الاداب هتلاقي الحاجات دي تخصصيه هناك، مش هتعرف تخشها غير لما تخش اللي جاي. يعني ايه؟ يعني احنا قلنا خلاص ان انت هنا في مسار هندسه وعلوم الحاسب عايز تخش هندسه حسابات ومعلومات، هتخش هنا. هتلاقي ده موجود في اخر سلايد هنشرحها لك بالتفصيل في اخر صفحه. يعني هنا عايز تخش طب هتخش دي، خلاص هتخش المسار ده. طيب بعد كده بقى مسار الفنون والاداب، لو انت تخشه امتى؟ تخش لو انت عايز تخش الكليات الحصريه اللي احنا قاعدين بنقول ان هي مش موجوده هناك، بتاعه الألسن،
احنا قلنا مش موجوده هناك، لان احنا قلنا هناك التخصصات اي حاجه ليها علاقه باللغه الثانيه مش موجوده هناك. اي تخصص لغه اجنبيه ثانيه اذا كان تربيه او اداب، يعني ممكن نعمل كده اهو، تربيه او اداب، ماشي. وعلم النفس والجغرافيا اللي بقى تخصصات برضه قلنا هناك موجوده في تربيه واداب. اي تخصص له علاقه بعلم النفس والجغرافيا كل ده ينفع تخشه هنا بس. وخلي بالك كليات الألسن واللغه الثانيه هتعرف تختارها امتى بس؟ لما تختار ان الماده الرابعه بتاعتك في ثانيه ثانوي تبقى اللغه الثانيه، ماشي، تبقى اللغه الثانيه عشان تبقى فاهم يعني ايه بقى ماده رابعه وامتى نختار دي وامتى نختار دي. خش معايا بقى في الجزء اللي بعد ما نخلص المسارات دي، هتلاقيني بكلمك كويس قوي امتى تختار الماده دي وامتى تختارش الماده دي، وايه المواد اللي موجوده في كل مسار وايه المواد الاساسيه، كل ده هنتكلم عنه. يعني احنا عرفنا دلوقتي امتى نختار اول مسار خالص، يعني تاني كل شويه نقعد نراجع. عرفنا امتى نختار مسار هندسه وعلوم الحاسب، امتى نختار الطب وعلوم الحياه، وامتى نختار الفنون والاداب. اللي جاي بقى ايه؟ خلي بالك احنا هنا ما عندناش كليات تجاره، احنا هناك كده كده ما عندناش طبعا الطب وما عندناش هندسه، خلاص دي مواد تخصصيه، ما خلاص بالمنطق طالما موجوده فوق في جزء التخصص حصريا، هو جزء هنا اسمه حصريا، فاكيد مش موجوده في حته ثانيه. بس كمان نضيف ده ايه؟ ان كليات التجاره غير موجوده، يعني انت اصلا التجاره اللي كانت موجوده فوق في المسارين اللي فوق وهتبقى هنا موجوده في مسار الاعمال، هي اصلا جزء اساسي في مسار الاعمال، مش موجوده معانا هنا في مسار الفنون والاداب. فانت لو بتفكر بس انك تخش تجاره طبعا ده ملوش لازمه، انت قدامك الثلاث مسارات الباقيين تخش فيهم تجاره. المسار الرابع بقى اللي هو التخصص بتاع التجاره هتلاقيه بيقول لك هنا ايه؟ ان غير موجود تخصصات الجغرافيا وعلم النفس واللغه الثانيه، ومتاح جميع كليات مسارات، فاهم؟ خلاص احنا بس هنا بقى كل ده عايز اقول لك هنا ايه؟ لا يمتلك كليات حصريا له. يعني هو مسار اعمال فهو بيتكلم على الجزء بتاع اداره الاعمال، بيتكلم على التجاره والكليات اللي ليها علاقه باداره الاعمال والتجاره والقصه دي كلها. لما تيجي تفكر هتلاقيها هنا ما كانتش موجوده، حلو، فانت ما ينفعش تخشها من هنا. بس هي مش حصريه، ليه مش حصريه؟ لان هي موجوده هنا في الكليات المتاحه في مسار الطب وعلوم الحياه، وهتلاقيها برضه موجوده هنا في مسار الهندسه وعلوم الحاسب. فهي الكليه هنا مش تخصصيه، لكن بيميزها ايه؟ بيميزها ان هي ممكن تكون المواد اللي انت بتحبها هنا اسهل، او المواد اللي انت بتحبها هنا اكتر، لكن هي الماده عشان تخشها مش لازم تخش سوري الكليه عشان تخشها مش لازم تخش مسار الاعمال على طول. ولكن برضه مسار الاعمال لسه له مميزاته، ان المواد ممكن تكون انت بتحبها، ممكن يكون جهزك اكتر لمسار الاعمال. هو فعلا مسار الاعمال اكتر مسار بيجهزك لكليه اداره الاعمال، ولكن هو مش تخصص بس الكليات بتاعت اداره الاعمال، يعني هي موجوده في اماكن ثانيه مش موجوده عنده بس. لكن اللي غير موجود عنده ايه بقى؟ برضه تخصصات الجغرافيا وعلم النفس والطب والهندسه وكل الحاجات اللي احنا قلناها موجوده فوق في اللي هي تخصصيه في الثلاث مسارات اللي فوق، طبعا مش موجوده هنا. ولكن الفرق الوحيد ان هو هنا ملوش كليات تخصصيه، وباقي الحاجات متاحه برضه في مسار الاعمال زي الاداب مع نفس التخصصات، تربيه، اعلام، سياسه واقتصاد، كل ده موجود هنا. احنا كده دلوقتي خلصنا النقطه اللي بنتكلم عنها الاربع مسارات وايه الفرق بينهم وايه الكليات المتخصصه هنا وهنا. هنخش بعد كده في اللي جاي هتلاقينا بنتكلم على ايه؟ ازاي بقى تختار مسارك. احنا اتكلمنا هنا كده بشكل كروكي، والله لما عدينا على المسار ده ومش عارف ايه وبتاع وعدينا عليه كده، يمكن تكون انت ما ركزتش، يمكن تكون ما فهمتش. السلايد دي كامله متكامله تخليك تعرف انت عايز تعمل ايه من غير ما تدوس على الفات. يعني انت لو عايز تسلم نفسك لورقه واحده بس، هي الورقه دي كفايه جدا زي ما انت شايف كده. كيف تختار مسارك الاستراتيجي؟ يعني شوف الموضوع مش بس مسار كده، لا دي حاجه استراتيجيه. ليه حاجه استراتيجيه؟ لان خلي بالك المسار اللي انت تختاره النهارده ده هيحدد كليتك، وهيحدد المواد اللي انت تاخدها، وهيحدد شكل الشركات اللي هتشتغل فيها، وهيحدد شكل العمل اللي هتشتغله وانت طالب وانت بتشتغل وانت بتتجوز وانت عندك عيال. كل ده يبقى مرتبط بالجزء اللي انت تختاره النهارده. مش لازم تشتغل في نفس التخصص، يعني مش معنى ان انا قلت لك هتخش تجاره يبقى انت هتخش تشتغل محاسب، يعني لا. بس كل حاجه فيه حاجه اسمها ايه؟ اثر الفراشه. يعني اي قرار بتاثره النهارده، يعني بيقول لك ايه؟ ممكن حركه فراشه بس تعمل يعني عاصفه في الهند. يعني اي قرار صغير قد كده بيحدد مسارك، بالك بقى قرار زي ان انت حرفيا تقول مسار، تختار مسار، فهو كده هيغير مسار حياتك ومسار شغلك ومسار عملك. فانت محتاج تبقى فاهم كويس قوي انت عايز تكمل حياتك ازاي عشان تختار صح. وخلي بالك مره ثانيه، المسارات كلها فيها فلوس، المسارات كلها فيها كليات مهمه، المسارات كلها فيها كليات قمه، وكليه القمه هي الكليه اللي بتصنعها لنفسك، مفيش حاجه اسمها كليه قمه. كل الرغي ده اللي انت بدات تحس ان هو كليشيه، لا هو حقيقي. قصه بتاعت 10 صحاب، يلا عندنا 10 صحاب ومنهم 9 دخلوا تجاره، ولا 9 دخلوا 9 دخلوا طب وواحد دخل تجاره وكلهم اشتغلوا في الشركه اللي عند موجود. يعني انا الموضوع ده جه عند فتره كده استوقفني، هو خلاص بقى خلاص احنا عايزين نعدي وننجز وممكن تكلمني بجد. بس الكلام ده موجود موجود ليه؟ ان الفكره يا جدعان ان المميزين في مجالهم مش كتار. اختار مجال انت تبقى مميز فيه، علشان تبقى مميز فيه فعلا لازم تكون حابه وفاهمه وقادر تديله مجهود، مش تخش المسار او تخش الكليه او تخش المكان اللي انت حاسس لا والله ده انا هخش عشان الناس داخلاه وبيقولوا فيه فلوس. لا يا معلم، فيه انا اعرف الافات ناس دخلوا طب ودخلوا هندسه ودخلوا كمبيوتر ساينس ومش لاقيين شغل، او حتى بيشتغلوا بملاليم. يعني اعرف ناس دخلوا طب وهندسه وكمبيوتر ساينس وما اشتغلوش وبداوا يشتغلوا مدرسين عشان مش لاقيين شغل. في ناس اشتغلت في التدريس عشان عايزه تشتغل في التدريس، مش لازم تكون عايزه توصل رساله وتوصل معنى، ممكن تكون حباه، ممكن تكون شايفاه شغل انسب، شغل فلوسه افضل، مش عيب.
كل ده مش عيب يعني. هو انا هل انا داخل التدريس ده عشان انا والله قررت اشتغل لله وللوطن ومن غير ما اخد فلوس ومن غير ما احب الشغلانه ومن غير ما احس ان هي انسب؟ لا طبعا، عندي اسباب اللي خلتني اقرر اخش في المجال ده، وكل مدرس تاني دخل المجال ده. بس ده معناه ايه؟ معناه ان انت الكليه اللي انت هتخشها انت مش عارف مسارك فيها عامل ازاي بالظبط، بس انت لازم تكون فاهم ان انت قادر تدي فيها مجهود كويس قوي، والباقي من عند ربنا بقى. فيعني احنا في الاول والاخر يعني اسباب، بس انا عايزك بس تفكر كويس قوي ايه المجال اللي انت قادر تدي فيه مجهود. فاحنا النهارده لما نيجي نتكلم على المسارات بتاعتنا هخليك تفكر من باب الكليه اللي انت عايز تخشها، هل الكليه دي ازاي توصل لها كده. لكن مره كمان مش عايزك تبص على اسم الكليه وتفكر والله الكليه دي فيها فلوس ولا لا، والله الكليه دي صحابي دخلوها، لا، عايزك تفكر الكليه دي المسار ده احبه، هبقى فاهم كويس ان انا داخل ده وانا محتاج اعمل مجهود، ابقى فاهم كويس ان انا داخل ده ومحتاج اخده بتركيز وبجد، ابقى فاهم كويس ان انا محتاج لما اخش الكلام ده اديله مجهود واتقي ربنا في شغلي وفي مذاكرتي وفي الوقت وفي الفلوس اللي هتدفع. لازم تبقى كويس فاهم ان ده مش مجرد اسم، ده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيبقى وقت كبير وفرص كتير وفلوس كتير ومجهود كبير قوي هتكمل فيه باقي حياتك، مش صوره على سبوره وخلاص، فاهم؟ فاحنا دلوقتي بنتكلم لو انت هدفك حاسبات ومعلومات دي ما فيهاش كلام، انت ما عندكش غير حاجه واحده بس تخشها، هو مسار الهندسه، لان هي كليات متخصصه في مسار واحد بس. نفس القصه لو انت هدفك المجال الطبي فانت هتخش هنا مسار الطب، لان برضه المجال الطبي مش موجود غير هنا بس. امتى بقى الدنيا تلاقيها بدات تتلخبط شويه؟ لو انت عايز تخش تجاره واداره اعمال. خش تجاره واداره اعمال، ايه بقى طريقتك اللي انت عايز تخش فيها اداره، يعني ايه الطريقه اللي انت عايز تخش فيها اداره اعمال دي وفي ثانيه وفي ثالثه، يعني عايز تخشها وانت بتعمل ايه في ثانيه وثالثه، او عايز تخلي ايه الاوبشنز الثانيه اللي موجوده عندك في ثانيه وثالثه لو ما جبتش تجاره او لو عليت عنها. فاحنا عندنا اوبشنين، اول حاجه بس قبل الاوبشنين احذر مسار اداب، لان مسار اداب ما فيهوش اصلا تجاره واداره اعمال، مش موجود فيه. فاحنا عندنا حاجه مهمه، يا اما تختار انك تاخد اساس قوي في ثانوي، يعني انت عايز تخش التجاره واداره الاعمال دي عندك اوبشنين، عايز تخشهم وانت فاهم كويس قوي الاساسيات بتاعه التجاره واداره الاعمال دي وتاخد بقى محاسبه وتاخد اداره اعمال وتاخد احصاء والقصه دي كلها اللي هي بتهيئك فعلا تخش تجاره، فتختار طبعا مسار الاعمال ان هو بيجهزك كويس، انا بيجهزك كويس جدا للمسار ده لو انت حاسس ان ده الاوبشن المثالي ليك. لكن لا والله ده انا عايز اخش اداره اعمال دي كسكند اوبشن، يعني كاختيار تاني لو الطب والهندسه ما جوش، او يا عم انا مش شايف ان انا محتاج تاسيس جامد قوي، يعني في الاول والاخر ايه مثلا، انا مش بقول لك ده صح ولا غلط يعني، بس والله يا عم ده يعني صباح الفل دي في الاول والاخر بيزنس وتجاره وبتاع، خليها اوبشن تاني. انا بفكر يبقى طب وهندسه، لو ما جوش نخش بقى التجاره دي، لو ما جاتش طب وهندسه فساعتها نعمل ايه؟ نختار مسار علمي. يعني ايه مسار علمي؟ يعني اما مسار الهندسه وعلوم حاسب يا اما مسار الطب، بحيث انك تخلي كل الاوبشنز عندك مفتوحه. يعني اخر حاجه بقى لو انت عايز تخش اي حاجه ليها علاقه باللغه الثانيه، اذا كان ألسن تربيه اداب او اي حاجه ليها علاقه بتتكلم بقى الماني فرنساوي ايطالي القصه دي كلها، وخلي بالك الشغل ده مش متوقع انك تشتغل كول سنتر والسماعه في ودانك 24 ساعه، لا لا فعلا، يعني انك يبقى معاك لغه ثانيه دي تنفعك في حاجات كتير جدا يعني، وشغلها كتير والمتخصصين يتكلموا فيها اكتر مني، بس هي فعلا مفيده. والله لو وقفت على كول سنتر ايه يعني، تخش كول سنتر الماني تقبض لك رقم كويس يعني 30,000 وطالع، يا عم رضا الف حمد وشكر، يعني في ناس ما بتاخدهاش فوق، بس برضو له مميزات وله عيوبه، ومش انا اللي هستفيد في القصه دي، يبقى شوف متخصصنا. لكن انا بقول لك زي ما بقول لك ده فيه فلوس وده فيه فلوس وده فيه فلوس وده فيه كل ده فيه فلوس، كل ده فيه فلوس، هتخش المجال عشان فيه فلوس صدقني ما تخشش يعني، مش او ما تستناش انك تفلح. عايز تفلح فعلا يبقى فكر كويس قوي ايه المكان اللي انا هقدر ابذل فيه مجهود كويس. فاخر مسار هنتكلم عنه هو الألسن والتخصصات الادبيه، هو بيتكلم عن المواد الباقيه اللي ليها علاقه الكليات الباقيه اللي ليها علاقه باللغه الثانيه والجغرافيا وعلم النفس والقصه دي كلها. وخلاص انت فهمت ان انت هتخش مسار الفنون والاداب وكده. رجاله نكون اتكلمنا عن كل حاجه بنتكلم فيها عن المسارات وايه هي المسار المناسب اللي انت تقدر تختاره وانت داخل ثانيه ثانوي. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم بقى عن لما انت اخترت البكالوريا ايه المواد اللي موجوده في كل مسار. والسلام عليكم.